اهم المطورين اللي موجودين في كل المناطق اللي موجوده في مصر في قلب الشيخ زايد، وبيوفر لحضرتك سواء في التجاري او في الاداري او في الطبي انواع كتير من الاستثمار. فاحنا موجودين النهارده في البارتيشن الخاص بشركه جيتس، وهنتكلم عن شرح مشروع سبيس اللي بيعتبر من اهم المشاريع النهارده اللي موجوده في الشيخ زايد. ومعايا مستر كريم سيرفيس مانجر في الشركه هيوضح لنا اللوكيشن، الاسعار. ازيك يا مستر اسلام؟ عامل ايه؟ اهلا بيك يا باشا. اول حاجه سبيس ده مشروع على محور 26 يوليو قدام هايبر 1 مباشره. المشروع ده 8 فدان متقسم ل 17 مبنى مستقل زي ما انت شايف. الفكره في المشروع ده ان احنا جايبين شركه اداره هي من اكبر شركات الاداره اللي موجوده في مصر كلها، اللي هي بتدير اركان وبتدير حاجات كتير جدا اسمها سافلز. كمان احنا النهارده لاول مره من قبل ما نبدا في المشروع متعاقدين مع مجموعه من البراندات العالميه، هي اول مره تكون موجوده في مصر. موجوده اوريدي معانا، موجوده معانا ومضينا معاها، وفي مؤتمر حصل ما بيننا وما بين الاونرز بتاع البراندات دي. محور كده تمام، ماشي. هنا الخمايل حلو تمام، مسجد الشرطه هنا بالظبط مظبوط ماشي. وهايبر 1 هنا قدامي، هايبر 1 هنا مظبوط الناحيه الثانيه. يعني لوكيشن قوي جدا، لوكيشن على المحور قوي جدا. بيخدم الاريا اللي وراه دي، بتخدم ديستنيشن كبيره جدا 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 مظبوط. المكان احنا بنتكلم في تجاري واداري وطبي. الاداري متقسم في بيلدينجز لوحدها، والطبي في بيلدينجز لوحدها. التجاري ميزته ايه عندي؟ ان انا النهارده بضمن لك ان انت لما تيجي تشغل هتلاقي تشغيل محترم، هتلاقي شركه اداره قويه جدا معاها اكبر براندات موجوده في مصر وفي العالم. هي اللي بتدير اركان اوريدي مظبوط. كمان هتلاقي مجموعه من البراندات هي دي اللي هتشغل لنا الدنيا. هي دي اول مره تكون موجوده برضه في مصر. سمعت ان رائف فهمي كمان هو اللي عامل الديزاين. مظبوط، رائف فهمي هو اللي عامل الديزاين. هو الكونسبت شبه كونسبت موجود هنا في التجمع، شبه قوي بالظبط لو احنا عارفين 5 هو برضو رائف فهمي اللي كان عامل ديزاين بتاعه. هو برضو 8 فدان 36,000 متر، نفس المساحه بتاعتي تمام، متقسم سيبريت بيلدينج. رائف فهمي عامل نفس الديزاين ونفس الفكره بتاعه الهواء، وان انا اكون طالع ببيلدينج وراجع ببيلدينج تاني. تمام. التجاري بيبتدي من كام اسعار؟ طيب التجاري لو احنا بنتكلم في الدور الاول بنتكلم من حوالي 10 مليون 11 مليون حسب المساحات. المساحات بتفرق قوي. انا عندي الدور الارضي عندي اقل مساحه دي 74 متر، عامله افريج 11 مليون. انظمه السداد بتوصل معاك ل 8 سنين و9 سنين خلال فتره المعرض. بس انا النظام السداد الطبيعي بتاعي هو لحد 7 سنين. انا لحد المعرض واوفر المعرض بيوصلنا لحد 9 سنين من غير فوائد. جميل قوي. فرصه محترمه جدا كاستثمار، سواء في اداري او تجاري او طبي. طب الاداري من اول كام كسعر؟ طيب الاداري بنتكلم من اول 50 متر او 54 متر بنتكلم في حوالي 4 مليون. ده اللي استوارت الاسعار بتاعته. بيوصل معانا زي بقى ما المساحه ما بتكبر. حسب المساحه بتاعتنا نقدر ان احنا ناخد مبنى كامل لوحده. طب والطبي؟ واحنا بنهتم نفس الافريج برضو حوالي 3.5 4 مليون. وكمان بيكون في الطبي، بيكون في تجهيزات للطبي. ايه اللي انت بتقوله للعميل اللي في الشيخ زايد اللي عايز يستثمر في الشيخ زايد؟ العميل في الشيخ زايد هو اكيد عارف اهميه المكان، اهميه الديستنيشن اللي احنا بنتكلم فيها. مكان حيوي جدا دلوقتي، يعني وانس ان احنا النهارده لو المكان ده موجود على ارض الواقع وشغلناه هيشتغل تشغيل كويس جدا. استثمار محترم طبعا وحقيقي مش استثمار وهمي. استثمار حقيقي من شركه ليها 7 اعمال زي شركه جيتس. عندنا كذا مول في اكتوبر وفي زايد. عندنا حاجات شغاله، عندنا حاجات فيها شركات اداره محترمه ودلوقتي فيها براندات كتيره جدا. ثالث حاجه ان انا من النهارده انا ضامن لك التشغيل من حته البراندز اللي موجوده اللي انا جايبها لك. هي موجوده النهارده في مصر اول مره تكون موجوده، سواء كافيهات بيوتي صالون مطاعم. كل الحاجات دي موجوده عندي، وحاجات احنا هنكون اول مره نسمع عنها في مصر، وبراندات عالميه. انا متشكر جدا ليك حبيبي يا اسلام، وانا شرفت بيك جدا. ده مشروع مش مجامله والله، بس ده مشروع من المشاريع المحترمه جدا اللي موجوده في الشيخ زايد على محور 26 يوليو. اللي مهتم من حضراتكم يقدر يكلمني على رقمي اللي بسيبه دايما اسفل الفيديو، ونكون دايما عند حسن ظنكم. الف شكر.